سلام البنات والميمات، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الطنجيه ديال الدجاج. نبداو بسم الله على بركه الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. بسم الله. نبداو. عندنا هنا واحد، عندنا البنات هنا واحد الدجاجه لاروب ديال كدجاجه، يعني مخلط الصدر وهكا فخاض. غنبداو بسم الله على بركه الله. غنسلقوا هاد الدجاج كامل. الطريقه يمكن لكم ديروها باللحم، ديروها بالدجاج، باش ما بغيتو كتجي زوينه بزاف. نسلقوا هاد الدجاج كامل. هنا البنات هنا عندي واحد ضامه ديال الزعفران، درتها في كاس الماء. نخويها هنايا. وهنا البنات عندي حامضه اللاروب، غادي نديرها هكا، والثومه غنديرها صحيحه. والسمن البنات اللي عنده السمن، انا ما عنديش السمن، فالسمن كيجي زوين فيها. الكمون ديرو بزايد. هذا اللي عندي انا، الكمون البلدي، عندي معلقه كبيره غادي نديرها كامله ديال الكمون. نتوما عارفين الطنجيه كتبغي الكمون. والملح، الملح ما نكتروش من الملح. الملح على حسب الذوق، تنشوفوا مع الحامض تيكون مالح، خصنا تنشوفوا الملح كيفاش غادي يجي. والزيت البنات عندي نص كاس الزيت، الزيت بلديه وروميه. الا بغيتو ديروا على زيت بلديه ديروها. المهم عندي نص كاس هنايا. صافي دابا هكا غادي نشدها، ما غنقليها ما والو، غادي نشعل عليها وغادي نخليها. ولكن العافيه البنات تكون مهيله بزاف، لان راكم عارفين الطنجيه كتبغي طيب على المهل بزاف. عاد غنشعل غير الراس الصغير وغنقص عليها بزاف، وندير الصفاره ونخليها دغيا تطيب. غنقص عليها ونخليها دغيا كطيب. هي راكم عارفين الدجاج دغيا كيطيب. دابا هاد الكاس هذا ديال الماء ونص كاس الزيت، يعني هاد الدجاج خصو نورمالمون يطيب فيه. صافي ما تزيدوش الزيت مازال. لا سمحوا لي، ما تزيدوش الماء ما تزيدوش. يعني نورمال هاد الدجاج هاد الحامض خصو يبقى من الفوق باش كيطلق داك التعسيله ديالو. صافي وغنسدو عليها ونديرو الصفاره ونخليوها طيب على خاطرها. كطلبش بزاف د الوقت، ميم با واحد ساعه الا ربع ولا ما كاملاش، يعني تكون طابت. وها نتوما معنا البنات من بعد ما طابت الطنجيه، ها الشكل ديالها كيفاش طابت. ها نتوما تتجي واقفه في المرقه ديالها، تتبقى غير ديك الزويته هي اللي تتبقى، تجي رائعه. تجي المرقه ديالها واقفه. نتمنىكم البنات تجربوها، كتجي زوينه بزاف. كتبقى غير ديك الزويته اللي تنديرو، نكهه بالحامض والثومه. ها نتوما البنات من بعد ما تجي هكا، ما حطيناها، شوفوا المريقه اللي كتجي هكايا معاقده وغير ديك الزويته، والمذاق ديالها رائع. كنتمنىكم تجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا. ما تنساوش البنات اللايكات والكومنتات زوينين بحالكم، والله يحفظكم. شكرا لكم بزاف.